ويلكم يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم مليان بالاكشن والاثاره والتشويق. عايزك تركز في البدايه علشان تستمتع بالنهايه، بس قبل ما تبدا الفيلم يا صديقي اذكر الله وصلي على النبي. وبيبدا الفيلم مع المهندس البناء ليفون، وهو بيجهز علشان يروح موقع شغله. واللي بنعرف عن ليفون بقى ان هو كان جندي سابق في الجيش ومتخصص في العمليات الخاصه وحرب الارهاب، لكن قرر يا صديقي ان هو يسيب حياه العنف دي ويعيش حياه هاديه شويه كمهندس ومشرف على موقع بناء. بس حياته مش بتبقى مستقره، حتى ان هو ما عندهوش مكان ينام فيه حتى، علشان كده بيعتبر بقى العربية هي بيته اللي بيعيش فيه. وبيبان من معاملته العمال ليه انهم بيحبوه جدا، وبيدعمهم ليفون بقى طبعا بطريقته الخاصة علشان يبقوا متحمسين للشغل. وبيعرفهم بقى ان اليوم ده هيكون صعب جدا بسبب جولات التفتيش اللي هتمر عليهم، لكن هم هيكونوا قد المسؤولية وهيشتغلوا صح. هم مقابل بقى كده هياخدوا مكافآت كويسة جدا، فالكل بيتشجع من الكلام وبيقوموا ينفذوا كلامه. بعدها بيطلع ليفون لجون صاحب الشركة، واللي بيكون قاعد مع مراته كرالا وبنته الجميلة جيني، وبسبب حبهم بقى لليفون بيعتبروه واحد منهم. وفي نفس الوقت بتطلب جيني من ابوها فلوس علشان تخرج مع اصدقائها بالليل، لكن جون بيتصدم يا صديقي من المبلغ اللي هي عاوزاه لانه مبالغ فيه جدا حرفيا، وبيحاول انه يتناقش معاها، لكن جيني يا صديقي بتفضل مصممة على كلامها. فبيضطر جون طبعا ان هو يوافق علشان ما بيحبش يزعلها. وقتها بيلاحظ ليفون بقى ان في مجموعة شباب دخلوا الموقع، فبيروح يشوف هم جايين ليه. فبيتفاجئ ليهم بقى انهم بيضربوا واحد من العمال بعنف، فبيحاول انه يوقفهم بطريقه سلميه، لكن محدش بيسمع له. علشان كده بيضطر ليهم بقى انه يلجأ للعنف، وبيضربهم بشكل احترافي جدا يا صديقي، وبيرمي عليهم المسامير. ومش بس كده، ده كمان بيرفع عليهم سلاح وبيهددهم انهم لو ما مشوش من هنا هيخلص عليهم. فطبعا بيخافوا جدا من رد فعل ليفون لانهم كانوا مفكرينه عيل هيتا، يعني مجرد عامل. لكن اتفاجئوا يا صديقي، وبيجمع الزعيم بتاعهم رجالته علشان يمشوا من المكان. مكان الاول يا حماده لازما يعني يديكوا على عينيكم. والمهم يا صديقي بيتفاجئ العامل من كل اللي ليفون عمله، لان اسلوبه في القتال كان جامد فشخ حرفيا، وفعلا مش مجرد عامل عادي. لكن ليفون بيرفض انه يشرح اي حاجه ولا يتكلم معاه، وبيطلب منه يرجع على شغله بسرعه. وفي نفس الوقت بتروح جين الفضوليه علشان تعرف من ليفون ازاي قدر يروق على الرجاله. ولان ليفون طبعا كان غلطه عمره، بيطلب من جيلي ما تقولش لابوها اي حاجه، فبتوعده جيني انها مش هتقول له حاجه. وبيبان بقى الصديق على جيني وليفن انهم بيعزوا بعض بشكل كبير جدي. بعدها بيروح ليفون علشان ياخد بنته ميري من عند جدها الروس، لان اليوم ده هو اليوم المتاح ليه علشان يخرجوا مع بعض. وبنعرف ان ميري بنت ليفون عايشه مع جدها ابو امها، وده من وقت ما امها ماتت يا صديقي. وبينه وبين ليفون قواضي الحداد يا صديقي، لان ليفون عايز يضم ميري لحضانته هو، لكن روس خايف عليها منه ورافض الموضوع. وبيبقى روس بقى عامل حفله كبيره جدا لميري علشان يخليها ترفض تروح مع ليفون، بس ميري بتحب ابوها جدا وبيتوافق انها تروح معاه وبتسيب الحفله. وبيبقى ليفون بقى متضايق من كره روس ليه، وانه بيعمل كل حاجه تضايقه علشان يبعد بنته عنه. وبيفضل روس بقى يستفز ليفون علشان يضربه، وبكده يعمل قضيه ضده ان هو شخص عنيف وما يقدرش يضم ميري لحضانته. لكن ليفون اذكى منه وبيتملك اعصابه جدا، وبيرفض انه يعمل اي تصرف متهور وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح مع بنته على مطعم علشان ياكله، وبيقدم لها هديه عباره عن صورتها مع امها. وبتتاثر ميري جدا لما بتشوفها، لان روز جدها شال كل الصور الخاصه بامها من البيت. ولما بيخلص زيارته بقى مع ميري بيقرر يروح للمحامي بتاعه، وبيحكي له بقى على اللي حصل من روز. فبيعرفوا المحامي ان روز بيعمل فخ علشان يوقعه فيه، وبيطلب منه يتمالك اعصابه. وبيقول له كمان ان روز معين محاميين كتير جدا علشان يخسروا قضيه الحضانه بتاع بنته. وبيدعي بقى ان ليفون عنده اضطراب بعد الصدمه اللي حصلت له، غير كده ما عندوش بيت يقعد بنته فيه لو خدها منه يعني. وبيقترح بقى على ليفون انه يحل الموضوع بشكل سلمي مع روز، لكن ليفون بقى بيرفض وبيسلم المحامي الفلوس بتاعته، وبيطلب منه يكمل القضيه وهو يحل مساله السكن دي قريب. وبالليل بقى الصديقي بيستاجر ليفون غرفه يعيش فيها، لكن بيكون حالتها سيئه جدا. وفي نفس الوقت بنيجي لبنت اسمها ارتي وزميلها فايبر اللي بيصور اي بنت موجوده في النادي، وبنعرف انهم من عصابه بتتاجر بالبشر مقابل الفلوس. وفي شخص طلب منهم بقى بنت بمواصفات معينه، علشان كده بيصور كل البنات وهو يختار منها. وفي نفس الوقت بتروح جيني علشان تسهر مع اصدقائها في الحانه، وبتتكلم مع ديفيد علشان يوفر لهم مكان يقعدوا فيه. فبيوافق ديفيد مقابل انه يعرف اسمها، فبتقول له جيني بقى على اسمها وبيدلها على المكان، وبيصورها ديفيد بقى من غير ما تاخد بالها، وبيبعت الصور لارتي. وبتتعب بقى واحده من اصدقائها
اصدقاء جيني وبتاخدها وبتدخل بيها الحمام. فبتقول بقى البت انها مش هتقدر تكمل اليوم، وبمجرد بقى ما جيني ما بتخرج من الحمام فايبر بيكتم نفسها وبيخطفها هو وارتي. وتاني يوم بقى الصديقي بيروح ليفون على موقع البناء وبيلاقي جون وكرالا متضايقين جدا بسبب ان جيني ما رجعتش البيت من وقت ما خرجت، وبيبقوا قلقانين جدا عليها والشرطه مش عارفه تعمل لهم اي حاجه. وبيعيط جون من كتر قلقه عليها، ولان عارف بقى خبره ليفون في الجيش بيطلب منه انه يتولى الامر ويدور عليها. لكن طبعا يا صديقي ليفون بيرفض وبيقول له ان لو عمل كده هيخسر قضيه بنته لانه هيبقى لجأ للعنف من تاني. فبيعرض عليه جون بقى مبلغ ضخم جدا مقابل انه يوافق يساعدهم، لكن بيعتذر لهم بقى وبيمشي. بعدها بيروح ليفون لصديقه جوني، واللي بنعرف عنه ان هو كان زميل ليفون يا صديقي في الجيش، وليفون بقى قدر ان هو ينقذ حياته من الموت. لكن مع الاسف جوني فقد بصره، وعلى الرغم من كده هو لسه جندي حقيقي. وبيتكلم ليفون بقى معاه وبيحكي له على اللي حصل، فبينصحه جوني بقى ان هو يساعد جيني ويرجعها لاهلها لانه وعده هياخد باله منها. ومن كلام ليفون بقى بيفهم جوني انه واخد قرار وحابب يساعدها، فبيشجعه على دوت وبيدعمه بكل حاجه هو محتاجها. وبيروح ليفون بقى لجون علشان يعرف منه التفاصيل كلها، وبيطمنه ان هو هيدور على جيني ومش هيرجع غير بيها. فبيفرح جون جدا وبيشكره وبيفضل يعيط من خوفه عليها. بعدها بيجمع ليفون كل المعلومات الخاصه بالاختفاء وبيروح على الحانه اللي كانت موجوده فيها، وبيلاحظ ان ديفيد بيبيع المخدرات للزباين. فبيستنتج بقى كده الصديقي ان هو اكيد له دخل باختفاء جيني. وبيقوم ليفون يدور على المكان وبيتفاجئ ان سلك الكاميرات مقطوع. ومش بس كده، ده كمان بيلاقي خرزه من عقد جيني في الارض. فبيفهم بقى انها اتخطفت، وعلشان يوصل بقى للي عمل كده لازم يراقب ديفيد كويس. وفعلا بيفضل وراه لحد لما بيرجع على البيت، وبيتفاجئ ديفيد بوجود ليفون قدامه بسلاح، لكن بيحاول انه يتكلم عادي وكأن مش فارق معاه خالص ولا فارق معاه ايه اللي بيحصل. فبياخدوا بقى ليفون على الحمام وبيحطوا قماشه على وشه وبيشغل الميه عليه، وبيهددوا ان لو ما قالش مكان جيني هيخلص عليه. فبيعرفوا ديفيد بقى ان الناس اللي بيدور وراها خطيرين جدا وممكن يقتلوه ويقتلوا عيلته كمان. لكن ليفون طبعا مش بيهتم لكلامه لان كل اللي فارق معاه هي جيني وبس. وفي نفس الوقت بيوصل اتنين من اصدقاء ديفيد، واللي اول ما بيسمع انهم وصلوا بيفضل يصرخ علشان ينقذوه. لكن ليفون بقى بيستخدم ديفيد كدرع حمايه وبيخلي كل الرصاص يجي فيه، وبيخلص على الاتنين دول في ثانيه الا ثانيه. ومن العلامات اللي في جسمهم بيقدر يعرف انهم من المافيا الروسيه. فبيجمع كل الفلوس علشان يبين انها عمليه سرقه وبيختفي. وتاني يوم بقى بيفضل ليفون مراقب بيت ديفيد علشان يعرف مين اللي وراه. وبيوصل شخص اسمه فولو على بيت ديفيد، وبنعرف ان فولو بيبقى احد زعماء العصابه الروسيه ومعاه المساعدين بتوعه داني وفانكو. بعدها بيدخل على البيت وبيتوقع فايلو انها عمليه سرقه زي ما ليفون رتب لها، وبيتصلوا على شركه التنظيف علشان تشيل اي اثار للجثث. وكل اللي فارق مع فولو هي الفلوس وبس، لانه زعيمه سيمون لو عرف مش هيسكت خالص. فبيخرج بقى من البيت لما عمال النظافه بيجوا، وبيفضل بقى ليفون وراهم لان هم اللي هيوصلوه بجيني. لكن بيتضايق اكتر لما بيشوف فولو بيضرب مراته بشكل عنيف جدا. فبيدخل على البيت وبيضرب فولو وبيخليه يفقد وعيه، وبيفوق فولو بقى وهو في المسبح ومربوط على كرسي. فبيهددوا بقى ليفون انه يخلص عليه لو ما قالش على مكان جيني. لكن كل اللي بيبقى فارق مع فولو هي فلوس سايمون اخوه، لانه لو عرف ان الفلوس اختفت مش هيسكت. فبيعرفوا ليفون بقى ان الفلوس مش قضيته وبيرميها قدامه. فبيقول له فولو بقى ان اللي بيخطف البنات شخص اسمه ديمي. وبيستغرب فولو بقى لان اول مره يسمع شخص بيعمل كده علشان خاطر بنت. فبيتعصب ليفون بقى من كلام فولو وبيقطع الحبل وبيسيبه يغرق في الميه. وبيبقى اسم ديمي بقى معلق مع ليفون وعايز يعرف هو مين. بعدها بيوصل سايمون وبيتصدم لما بيشوف اخوه مقتول بالشكل ده. وبنعرف ان داني وفانكو يبقوا اولاد سيمون اصلا، وبيكلفهم بمهمه انهم يلاقوا ليفون ويجيبوه. وبنيجي بقى لجيني اللي بتبقى فاكره انهم خطفوها بالغلط، لكن ارتي بتعرفها انهم عارفين هم بيعملوا ايه، وبتطلب منها تاكل وتغير هدومها كلها والا هتقتلها. وتاني يوم يا صديقي بيتصل ليفون على صديق ليه في مكافحه المخدرات وبيساله عن ديمي. فبيعرفوا ان ديمي زعيم مافيا وخطير جدا، وغير كده بيتاجر في المخدرات، وبيقول له الحانه اللي بيقعد فيها. فبيشكره ليفون بقى وبيقرر انه يروح بسرعه لهناك. وبالليل بيروح على الحانه وبتشوفه ارتي، وبتعرف بقى انه معاه سلاح. فبتشك فيه خصوصا انه اول مره يجي على الحانه، وبتطلب من المساعد بتاعها انه يتحقق منه. فبينزل المساعد وبيقف جنب ليفون. فبيطلع ليفون فلوس كتير، وبيفهم الشخص ده ان ليفون عاوز مخدرات
المخدرات، وبيطلب منه يروح وراه علشان يعرفوا بالزعيم بتاعهم واللي بيكون اسمه دوتش وهو المسؤول عن المخدرات. فبتنزل ارتي بقى وبتعرفوا انه معاه سلاح، وبيشك دوتش بقى انه من الشرطه وبيطلب منه يطلع كل اللي في جيبه، لكن ليفون بقى بيرفض طبعا وبيبقى عاوز يمشي، بس دوتش بقى مش بيسمح له، بيأمر رجالته يضربوه. وللاسف يا صديقي بيغلط غلطه عمره علشان مش عارف هو بيتعامل مع مين، وبيبدأ ليفون بقى ضرب فيهم واحد ورا التاني بكل غباوه علشان يندم دوج ان هو فكر يقف قدامه، وبيمسك ازازه علشان يقتل بيها واحد، لكن دوج بيوقفه على اخر لحظه لان مهاره ليفون في القتال مش مهاره ضابط عادي يا صديقي. وبيوافق بقى ان هو يسلمه البضاعه، لكن هتكون تاني يوم. وبنيجي تاني يوم وبيروح علشان يستلم البضاعه، فبيلاقي ارتي والمساعد بتاعها اللي موجودين وبيديهم الفلوس، وبيستنى تليفون علشان يعرف مكان البضاعه فين. فبيحذرهم بقى ليفون انهم يغدروا بيه لانه وقتها هيخلص عليهم. ولما بيمشي بقى بيجيله مكالمه من دوج وبيعرفوا فيها ان البضاعه في العربيه، فبياخدها ليفون وبيرميها في البحر يا صديقي. وده لانه مش مهمته الاساسيه ان هو يشتري بضاعه، ده مجرد هدف عايز يوصل من خلاله لديمي. وبالليل بيروح فايبر بقى وارتي علشان يسلموا جيني للشخص اسمه جاريد، وبياخدوا منه شنطه فلوس مقابل جيني. لكن اول ما جاريد بقى بيفتح الشنطه بيتفاجئ بجيني وبتجرحه جرح جامد جدا في وشه، فبيتعصب جدا فايبر لانها ما كانتش نايمه، وبيطردهم بقى من عنده وبياخدوا جيني معاهم. وفي نفس الوقت بيتصل دوج على ليفون وبيبلغوا ان البضاعه الجديده مش هيستلمها الا لما يقابل شخص معين، فبيوافق ليفون وبيجهز بقى علشان يروح المقابله. وتاني يوم بقى الصديقي بيروح ليفون على مطعم شيك جدا، وهناك بيقابل الزعيم بتاعهم واللي بيكون هو نفسه ديمي الصديقي اللي بيدور عليه. لكن ديمي بيرفض يتكلم مع ليفون او يصدقه الا لما يتاكد من هويته. وطبعا يا صديقي ليفون بيبقى عامل حسابه كويس، والبطاقه المزوره اللي معاه معموله بشكل احترافي جدا. وفعلا ديمي مش بيقدر يكشفها وبيصدق ان هو تاجر مخدرات، وبيعرفوا ديمي بقى انه مبسوط جدا علشان هيتعاملوا مع بعض. لكن ليفون بقى بياخد البضاعه وبيتخلص منها الصديقي زي اللي قبلها، وبيدور في الصور بتاعه جيني واصدقائها، وبيشوف فايبر في الصور وبيلاحظ انه كان مركز مع جيني جدا، فبيعرف انه هو اللي ورا اختفائها، وبدأ بقى يدور وراه وبيروح يراقب الحانة. لكن ارتي بتشوفه وبتتصل على فانكو وداني وبيتبلغ عنه، وده لانها سمعت انهم عاوزينه باي شكل. لكن اول ما ليفون بيشوفهم بيهرب بالموتوسيكل بسرعه، فبتتعصب ارت عليهم وبتطلب منهم يفضلوا وراه، وبيفضل ليفون بقى يهرب منهم ويتفادى الرصاص لحد لما بيخبط في عربيه شرطه وبيقع على الارض. وبيتفاجئ ليفون بقى ان الشرطه بتشتغل لصالحهم هي كمان، وبيضربوا ليفون بقى لحد لما بيفقد الوعي، وبياخدوه معاهم في العربيه. لكن لما بيفوق بيشوف منظر فانكو وداني بيسخر منهم بسبب لبسهم المهرج لانهم مش شكل اتنين من عصابه خطيره ابدا. وبيقوم ليفون علشان يحاول يخلص نفسه منهم، وبيبداوا بقى يضربوا بعض، وفانكو بيطلع السلاح علشان يخلص عليه، لكن ليفون بيمسك ايديه والطلقه بتيجي في السواق وبتموته. فالعربيه بتتقلب بيهم، وبيمسك ليفون السلاح وبيخلص عليهم، وبيقدر انه يحرر نفسه من القيود وبينزل من العربيه. وعلشان يتاكد ان كل اللي في العربيه ماتوا بيرميها الصديقي في النهر. فبيتصدم سايمون بقى لما بيشوف منظر عياله مقتولين بالشكل ده، وبيقرر انه ينتقم لهم انتقام عسير، وبيطلب بقى عمل اجتماع لاعضاء المنظمه. وفي نفس الوقت ديمي بيتعصب على فايبر بسبب اللي جيني عملته اللي جارت، فبيعتذر له فايبر بقى وبيقول له انه هيتخلص منها نهائيا، وده لان جارت عايز كده. وتاني يوم بقى بيقعد سيمون مع اعضاء المنظمه وبيعرض عليهم اللي حصل من ليفون، وبيقول لهم ان هو عاوز يجيب حقه منه. فبيقدم له الزعيم اتنين من افضل رجالته بيعرفوا ان هم دول اللي هيتخلصوا من ليفون. وبيعرف سايمون بقى ان ديمي تعامل معاه في تجاره المخدرات، فبيروح سايمون بقى لديمي علشان يتكلم معاه. وبنعرف ان ديمي بقى بيكون ابن فوله وسيمون بقى يبقى عمهم، لكن سبب الخلافات الكبيره بينهم وبين ابوه مش بيهتم الامر موته، بس بيتصدم لما بيعرف ان فانكو وداني ماتوا هم كمان، وان اللي قتل الكل ده هو ليفون. فبيقول بقى ديمي ان ليفون قدم له نفسه بهوايه مزوره، وبيحذره بقى سيمون لان ليفون بيطارده وعاوز ينتقم منه، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروحوا الاتنين اللي مع سيمون على بيت روس، وبتتصل المدرسه على ليفون وبتعرفوا ان محدش موجود ياخد ميري. فبيروح ليفون بقى علشان ياخدها، وبيبقوا مستغربين جدا ان روس ما راحش ياخدها، وبيشك ليفون بقى ان في امر خطير جدا ورا الموضوع ده. وبمجرد ما بيوصل على البيت بيلاقيه بيتحرق، فبيجري ليفون وبيلاقي روس مربوط، وبينقذه بسرعه وبيخرجوا بره البيت. لكن يا صديقي اللي في ده مش بيبطلوا، وروس بيفضل يلوم ليفون ان هو السبب. فبتتدخل ميري بقى وبتعرفه ان ابوها
انقذه من الموت، فبيشكره روز بقى وبيخليه ياخد البنت علشان يحميها. وبيروح ليفون بقى على بيت جوني وبيطلب منه ياخد باله من ميري، وبيعرفه جوني بقى بكل اللي هو داخل عليه لان الامر بقى خطير جدا ومحتاج مساعده. فبيدخل جوني بقى على غرفه خاصه بالاسلحه وبيطلب منه ياخد اللي هو عاوزه. وبيتكلم ليفون بقى مع ميري قبل ما يمشي وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها وبيوعدها انه هيرجع قريب جدا. وهل فعلا يا صديقي هيقدر يرجع قريب ويوفي بوعده ليها، ولا انقاذ جيني ده هيكون تمن لحياته؟ بعدها بنيجي لجيني اللي بتفضل تضرب في ارتي وفايبر لحد لما بتخليهم يعملوا حادثه علشان تهرب منهم، لكن بينزلوا وراها بسرعه وبيفضلوا يطاردوا فيها لحد ما بيمسكوها. ولان ارتي بتكرهها بتبقى عايزه تخلص عليها، بس فايبر بيوقفها على اخر لحظه وبيقول لها ان جاريت طلبها مره تانية. فبتتضايق ارت اكتر جدا لانها كانت حابه هي اللي تموتها. بعدها بيروح ليفون على المكان الخاص بديمه وبيقتل رجالته كلهم بمنتهى القوه باستخدام اسلحه جوني طبعا يا صديقي. لكن ديمي بيأمن نفسه وبياخد واحده من المكان وبيحط على راسها المسدس وبيهدد ليفون بقى انه هيخلص عليها لو ما نزلش السلاح. بس ليفون مش بيتهدد يا صديقي، وده اللي ديمي ما يعرفوش. وبيضرب ليفون بقى طلقه على ايد ديمي وبيخلص البت منه وبيبقى اصابته جامده جدا. وبيتفاجئ ديمي بقى لما بيعرف ان كل ده بسبب بنت، فبيطلب منه ليفون بقى انه يعرفه مكانها والا هيخلص عليه. فبيقول له ديمي بقى اللي يعرفه هو المكان اللي بيسلموا فيه البنات المخطوفه. فبياخدوا بقى ليفون علشان يوديه على هناك لحد لما بيوصلوا على المكان وليفون بيساله عن سبب اللي بيخليه يعمل كده. فبيعرفوا ديمي بقى ان كل اللي بيفرق معاه هو الفلوس وبس. وبيتضايق ليفون بقى من طريقته وبيخلص عليه. بعدها بيبدا ليفون بقى في التخطيط علشان يدخل المكان، وبيبقى هو نفس المكان اللي جاريت وجيني موجودين فيه. وبيحدد ليفون بقى اماكن الحراس اللي موجوده وبيبدا بقى ضرب القناصين في الاول. وفي نفس الوقت ده بيوصل الخبر لدوج اللي ليفون ضحك عليه، وبيبقى مطلوب منه بقى يجهز كل رجالته ويتحركوا علشان يخلصوا عليه. والموضوع يا صديقي عمال بيصعب جدا، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ وبيقتل ليفون بقى الحراس اللي على الباب بطريقه احترافيه جدا. وفي نفس الوقت ده اللي ارتي او فايبر بياخدوا جيني وبيربطوها من ايديها علشان ما تتصرفش بطريقه متهوره مره تانية. وبتطلع ارتي بقى وبتبلغ جاريت بان جيني اتحبست في الابو زي ما طلب. فبينزل جاريت بقى علشان يشوفها وبيبقى عاوز يعذب فيها بسبب اللي عملته فيه. وفي نفس الوقت بيرمي ليفون قنبله في المكان، وقبل ما جاريت بقى يعمل اي حاجه بيخاف من القنبله وبيدخل ليفون بقوه على المكان وبيقتل اي شخص يقف قدامه. والمكان بيتدمر حرفيا وكل الناس بتخرج وهي خايفه، وضرب النار شغال في كل مكان والوضع خطير جدا. ودوج يا صديقي بيوصل هو ورجالته وبيبدا ليفون بقى انه يتصد لهم واحد ورا التاني ومحدش بيقدر عليه، وده لانه شخص متمكن جدا في الفنون القتاليه يا صديقي. وهنا يا صديقي بتحاول جيني انها تنادي عليه علشان يجي ينقذها، لكن ارتي بيتسكتها علشان ما تحطهمش في وضع خطر. وبيقدر ليفون بقى انه يخلص على رجاله دوج كلهم، بس بيبقى فاضل دوج نفسه، وده بقى مش اي كلام لانه مقاتل شرس حبتين هو كمان وضخم وبيرمي ليفون بقى على الارض. ولكن ليفون بقى الصديقي بيقدر انه يتمكن منه وبيخلص عليه زيه زي اللي قبله، لانه مهما يكون قوي مش هيبقى في مهاره ليفون يا صديقي. وبينزل ليفون بقى على القبو لما بيسمع صوت جيني بيتنادي عليه، واول ما بيشوف جيري بقى بيديله طلقه وبيخلص عليه. ففايبر بقى بيضرب عليه نار علشان يوقفه، لكن فايبر بقى ما يعرفش هو بيتعامل مع مين يا صديقي، وبيفضل ليفون بقى بيضرب فيه لحد لما بيموته. وفي نفس الوقت اللي جيني بتمسك ارتي برجليها وبتخنقها بقى وهي اللي بتخلص عليها، وبيفك ليفون بقى كيوت جيني علشان يمشوا. ويا ترى يا صديقي الحكايه كده خلصت ولا ما خلصتش؟ ولكن الصديقي بيبقى فاضل فيها تكايه وهم رجاله سيمون. وبيوصل بقى الاتنين اللي معاه، واول لما بيشوفوا عربيه الشرطه بيفجروها وبيدخلوا علشان يخلصوا على هدفهم الاساسي اللي هو ليفون يعني. وبيضربوا عليه نار بطريقه غبيه جدا، لكن ليفون بيستخبى مع جيني ومن خلال الكاميرات اللي معاه بيحدد مكان واحد منهم وبيقتله، والتاني بيرمي عليه قنبله، وبكده بيخلص من الاتنين في وقت واحد. بعدها بياخد جيني وبيتحركوا لانهم لازم يمشوا بسرعه. وبيشوفهم سيمون بقى وبيتضايق جدا وبيتصل على الزعيم بتاعه علشان يعرفه، وبيطلب سيمون بقى ان ليفون لازم يموت. لكن الزعيم وقتها بيرفض وبيقول له انهم عملوا اللي عليهم خلاص، واكتر من كده هيحط المنظمه بتاعتهم في خطر كبير جدا، وهو مش مستعد يضحي بالمنظمه علشان الطار بتاعه. ومش بس كده، ده كمان بيهدد سيمون انه لو ما بعدش عن الموضوع ده هم اللي هيخلصوا عليه. فبيقفل سيمون بقى السكه وبيفضل يصرخ من كتر الغضب اللي جواه، لانه مش هيقدر يخالف اوامر
اوامر الزعيم ولا المنظمه، وبكده بتبقى المهمه انتهت نهايه سعيده يا صديقي. وبترجع جيني بقى على بيتها وابوها وامها، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوها، وبيشكروا ليفون بقى جدا لانه قدر ينقذها وينفذ وعده ليهم. بعدها بيروح ليفون لجوني علشان يطمن على بنته، وبتبقى ميري مبسوطه جدا ان قدر يوفوا بوعده برضه هو كمان ويرجع لها. فبيسال ميري بقى عن اللي عملته طول فتره غيابه، وبتبدا بقى تحكي له قد ايه هي مبسوطه مع جوني ومراته والحاجات الحلوه اللي عملوها سوا. وبيفرح ليفون بقى جدا بالنهايه ديت لانه بنته اخيرا بقت في حضنه. وهنا بيخلص فيلم النهارده يا صديقي. ارجو لو عجبك الفيلم اخبط لي اللايك الجميل وكومنت حلو يا صديقي، صدقني هيفرق معايا كتير. اللي بيقدم لكم الفيلم ده محمود عبد الظاهر، ويلا سلام.